تواجه حرب منذ 45 سنة، وهي أصبحت حرب وجود، لأن ما فماش دولة من العالم الثالث تقاوم حرب 45 سنة ضد جارها، معناها الباب بالباب الحد بالحد وتستقيم. ما هيش فيتنام تحارب في فرنسا في قطر آخر، ما هيش فيتنام تحارب في أمريكا في قطر آخر وممكن تتغلب عليها. لا، هذا جار يحارب في جاره 45 سنة. بعد كل ما سجلنا مما سجلنا من بطولات المملكة المغربية دفاعا عن وحدة أراضيها، معناها هل يساعدك أن تكون الجغرافيا السياسية اللي ورثناها عن الاستعمار تخلق معناها هيمنة مهيكلة على الأبد؟ ألا يمكن أن نستدرك أمرنا ونوضع معناها في الخريطة المستقبلية متاع الاستراتيجية التونسية التاريخية، وأن المملكة المغربية باتصال دون فصل بينها وبين موريتانيا تجعل معناها قطب إقليمي؟ تونس وليبيا تخلق قطب إقليمي ونردع الميزان الاستراتيجي ما بعد الجغرافيا السياسية الاستعمارية اللي خلقت حدود لم تخلقها الشعوب. الحدود هذه حرمت تونس من الصحراء الإفريقية متاعها، وحرمت ليبيا من الصحراء الإفريقية متاعها، ووفرت إلى الجزائر لا بصفتها دولة جزائرية لكن بصفتها مستعمرة. فهمت؟ دونك سي قاعد تقول جغرافيا سياسية تجعل منها هيكليا منطلق لهيمنة. والنظام العسكري اللي تولى الدولة الجزائرية منذ أيام الاستقلال الأولى هو اللي هد معناها الدولة الجزائرية المستقلة، وهو اللي هد تونس وقضاء على النظام تاع مختار ودادة في موريتانيا وشهر الحرب على المملكة المغربية. هل نقبل باستبقاء الأوضاع هذه؟ شنو الرؤية الاستراتيجية متاعنا؟ يجب القضاء على عواقب الاستعمار. لا يكفي القضاء على الاستعمار سطحيا، يلزم نقضي على عواقب الاستعمار، بحيث لما بورقيبة يرضخ ويسلم في الصحراء التونسية المملكة المغربية ما ترضخش، ويلزم تونس تقدر هذا فيما يخص القيام المغاربي المستقبلي.